السلام عليكم يا عم عابدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا بنفسك بقى الأول، كام سنة؟ يعني الاسم الكامل إيه؟ عبدين محمد عبد الرحمن. كام سنة يا عم عابدين؟ 92. 92 سنة. 92 سنة يا عم عابدين، أنت عاصرت فترة الراحل، طفولة الراحل مفيد فوزي. تمام. تفتكر له إيه بقى يا عم عابدين؟ هو والده كان مقيم هنا في المنطقة؟ كلمنا عن المنطقة دي يا عم عابدين. المنطقة كانت حلوة ورايقة. يعني اسمها إيه وموجودة فين في بني سويف؟ مقبل. ها؟ مقبل. مقبل. منطقة مقبل. في مدينة بني سويف. هي اتولد هو في المنطقة دي. اتولد هو في المنطقة دي. تمام. كلمنا بقى، اتولد مثلا انت كنت متابع ايه في فترة طفولته او شفته؟ كان هنا في بني سويف في الإعدادية وجات الثانوية وخد الثانوية من هنا. الثانوية العسكرية. تمام. وطلع على مصر. انما هو كان تفتكر له ايه يا عم عابدين من فترة طفولته؟ تفتكر له حاجة كويسة في كل حاجة. يعني قول لي كده موقف تفتكره له. محبوب مع الشباب ومحبوب مع الناس. موقف الله يرحمه، كان واحد لمؤاخذة بيسكر ويروح البيت يلقى لمؤاخذة كان ساكن في أول دور على الشارع يروح البيت يجي يمسك الإبن يلقاه فيه وهو ساخن. ما يختارش حد غير الأستاذ فاميليا بيه. مفيد فوزي. يروح عند البيت معاه عكاز، انزل والشتيمة ينزل لي، والناس كانت تضحك في الشارع وهو قاعد على التلفزيون انزل لي. في نطاق الهزار مع بعض يعني. وتهريج. بعض اللي التقينا معاهم من جيران حضرتك قالوا، او الناس اللي عاصرته او اللي سمعت عنه، ان هو كان بيحب كرة القدم. مين هو؟ بس كان اهلاوي. كان اهلاوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. انت اهلاوي بقى ولا زملكاوي يا عم عابدين؟ لا زملكاوي. يعني انت زعلان ان هو كان اهلاوي؟ قسم اول. قسم اول. طيب تفتكروا له ايه تاني؟ افتكر له الخير والفهم اللي هو